الشوفان بيضخم ولا بيخسس؟ فالشوفان لو خدته اخس. الاسئله دي اتبعتت لي واتسالت عنها كتير، فالنهارده اتكلم في الفيديو ده عن الشوفان. صلى على النبي وحش ويلا بينا. اول حاجه الشوفان ما هو الا كربوهيدرات معقده او كومبلكس كارب. فالشوفان موجود فيه بروتين بس نباتي، وموجود نسبه كربوهيدرات محترمه، وموجود فيه الياف حلوه جدا. فبالتالي الشوفان ينفع اي حد ياكله ايا كان بيتمرن او لا، رياضي او مش رياضي، بيخس او بيضخم. في الحالتين هينفع، بس هتفرق في طريقه تحضيرك للشوفان والاضافات اللي انت هتضيفها او التوبنج اللي هتضيفها على الشوفان. فبالتالي الشوفان ينفع لو انت بتضخم، وينفع لو انت كمان بتخس. وهكتب لك دلوقتي السعرات بتاعت الشوفان وكميه البروتين والكربوهيدرات وكميه الالياف اللي فيه على الشاشه هتشوفها دلوقتي. فالشوفان كربوهيدرات معقده، وكربوهيدرات كمان حلوه جدا، وبيقعد في جسمك فتره اطول عشان نسبه الالياف اللي موجوده فيه. فبالتالي لو انت بتخس كل الشوفان يفضل انك تاكله مثلا الصبح عشان هيقعد في معدتك فتره اطول، ويكون هو وجبه الفطار بتاعتك. او لو انت بتاخر في وجبه الفطار هتاكل الشوفان لحد ميعاد الفطار بتاعك، هتحس بشبع اكتر. وطبعا وعن تجربه، وهيبقى جامد جدا لو خدته قبل التمرين بساعه مثلا، هيديك بجد باور في التمرين كويس قوي. وعن تجربه الكلام ده. بس كده، وده كان فيديو مختصر وسريع عن الشوفان. لو عايز اي فيديو تاني اكتب لي في كومنت، وما تنساش اللايك، وتابعني لو مش متابعني عشان ما افوتكش كتير. سلام.